بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن رحلة الجنيه المصري من أول إصدار لآخر إصدار، من أول إصدار لآخر إصدار. الجنيه المصري من أول إصدار لآخر إصدار طلع منه 10 نسخ. 10 نسخ من سنة 1899 لغاية سنة 2022. 10 نسخ اللي هو الورق، العملات الورق. 10 نسخ عملات ورقية. 11 بالعملة اللي هي الجنيه الفضة. بدايتهم كان، هنتكلم النهارده عن كل نسخة وأسعارها. بدايتهم كان الجنيه الجمالين اللي هو ده أول إصدار صدر سنة 1899. أول جنيه صدر في مصر، أول جنيه صدر في تاريخ مصر، جنيه الجمالين، صدر سنة 1899. وده كان ما يعادل سعره 8 جرام ونص دهب. ده كان قيمته 8 جرام ونص دهب. 8 جرام ونص دهب. ده جنيه الجمالين، أول نسخة صدرت في مصر سنة 1899. وده سعره من مليون جنيه لمليون ومتين، لو لقيته يعني. طبعا ده استحالة تلاقيه موجود. من مليون لمتين، لمليون ومتين ألف جنيه سعر جنيه الجمالين. ده شكله اهو. ده جنيه الجمالين، ده الشكل بتاعه، بنك الأهلي المصري. وده سعره من مليون لمليون ومتين ألف جنيه. ده أول إصدار من الجنيه. نيجي على تاني إصدار من الجنيه، جنيه المعبد اللي هو ده جنيه المعبد، تاني إصدار من الجنيه. ده الشكل بتاعه. وده سعره بيتراوح من 500,000 ل600,000 جنيه على حسب الحالة، لو لقيته يعني. طبعا الحاجات دي استحالة تلاقيها موجودة. جنيه المعبد ده تاني إصدار من الجنيه. جنيه المعبد تاني إصدار من الجنيه المصري، تاني إصدار. هنيجي بعد كده على تالت إصدار. تالت إصدار من الجنيه اللي هو جنيه الجمل الواحد. جنيه الجمل الواحد ده تالت إصدار من الجنيه، جنيه الجمل الواحد. ده بنك أهل مصر برضو، بنك الأهلي المصري مكتوب عليه اهو. وده تالت إصدار من الجنيه. وده سعره من 100,000 ل150,000 على حسب الحالة. تالت إصدار من 150,000 ل100,000 جنيه على حسب حالته. تالت إصدار من الجنيه. نيجي بعد كده على رابع إصدار. الإصدار الرابع اللي هو ده جنيه إدريس. ده رابع إصدار من الجنيه، جنيه الفلاح أو جنيه إدريس. ده رابع إصدار من الجنيه. وده سعره من 70,000 ل100,000 جنيه على حسب الحالة. كل حاجة بتحدد سعرها على حسب حالتها، لو لقيته يعني. بنك أهل مصري، وجنيه اسمه جنيه إدريس أو جنيه الفلاح. ده رابع إصدار من الجنيه. نيجي بعد كده على الإصدار الخامس. الإصدار الخامس جنيه السند أو الجنيه الإنجليزي، كانوا بيسموه زمان الجنيه الإنجليزي أو جنيه السند. جنيه سند ده خامس إصدار من الجنيه، جنيه السند. وده سعره من 5,000 ل10,000 جنيه، من 5,000 ل10,000 جنيه على حسب الحالة بتاعته. جنيه السند من 5,000 ل10,000 جنيه على حسب الحالة بتاعته. أهو ده شكله جنيه السند، خامس إصدار من الجنيه، النسخة الخامسة. أهو. نيجي على النسخة رقم 6، جنيه الملك فاروق. جنيه الملك فاروق. وده سعره برضو من 5,000 ل10,000 على حسب الحالة. جنيه الملك فاروق من 5,000 ل10,000. جنيه الملك فاروق.
سادس إصدار من الجنيه. سادس إصدار من الجنيه، بنك الأهلي المصري، مرسوم عليه الملك فاروق. سادس إصدار من الجنيه، وده سعره من 5000 برضه ل10000 زي ما أنا قلت. 5000 ل10000، ده سادس إصدار. نيجي على الإصدار السابع. ده جنيه توت عنخ آمون، ده الإصدار السابع من الجنيه، ده سابع إصدار من الجنيه، جنيه توت عنخ آمون. وده سعره من 500 جنيه ل 1000 جنيه. من 500 جنيه ل 1000 جنيه على حسب الحالة. لو حالة جديدة يعمل له 1000 جنيه. حالة متوسطة يعمل 200 جنيه 150 جنيه. ده الإصدار السابع من الجنيه. نيجي على الإصدار الثامن. جنيه البنك المركزي، ده جنيه البنك المركزي، ده تامن إصدار من الجنيه. ده تامن إصدار من الجنيه، جنيه البنك المركزي. وده سعره من 200 جنيه ل 300 جنيه. ده شكله سعره من 200 جنيه ل 300 جنيه على حسب الحالة. لو حالته عالية يعمل 300 جنيه، حالة متوسطة يعمل 100 جنيه. ده تامن إصدار من الجنيه. نيجي على بعد كده تاسع إصدار، اللي هو ده الإصدار التاسع، جنيه النهضة. ده تاسع إصدار من الجنيه، وده سعره من 50 جنيه ل 100 جنيه على حسب الحالة. لو حالته جديدة زي ده كده يعمل 100 جنيه، حالة أقل يعمل 30 جنيه 40 جنيه. جنيه النهضة ده جنيه النهضة تاسع إصدار من الجنيه. ده سعره من ده تاسع إصدار من الجنيه، جنيه النهضة، سعره من 50 جنيه ل 100 جنيه على حسب الحالة. ده تاسع إصدار. هنيجي بعد كده على الإصدار العاشر، اللي هو الجنيه بتاعنا العادي ده. ده عاشر إصدار من الجنيه وآخر إصدار. ده عاشر إصدار وآخر حاجة في الجنيه، آخر نسخة من الجنيه، عاشر إصدار. يبقى كده إيه، اتعرفنا على العشر إصدارات بتوع الجنيه. أغلى 5 إصدارات اللي هو ده جنيه الجملين، تاني إصدار غالي، تالت إصدار غالي، رابع إصدار غالي، خامس إصدار غالي، سادس إصدار غالي. بعد كده النسخة السبعة والثامنة والتاسعة والعشرة كلهم سعرهم رخيص، ملهمش سعر، يعني سعرهم قليل. لكن الخمسة الأولانيين دول اللي سعرهم عالي. جنيه الجمل الواحد سعره عالي، جنيه المعبد سعره عالي، جنيه الجمل الواحد سعره عالي، جنيه إدريس سعره عالي، جنيه السند سعره عالي، جنيه فاروق سعره عالي. أما جنيه البنك الأهلي سعره مش غالي، جنيه البنك المركزي سعره مش غالي، جنيه النهضة سعره مش غالي. كده اتعرفنا على ال10 نسخ وأسعارهم. ال10 نسخ عرفنا أسعارهم وأشكالهم. وأغلاهم إيه؟ طبعا أغلاهم اللي هو جنيه الجمالين، ده أغلى حاجة موجودة في السوق، ده أغلى حاجة موجودة، وده أندر حاجة موجودة. ده سعره غالي جدا ونادر جدا إنك تلاقيه. كذلك برضو جنيه المعبد ده سعره عالي ونادرا ما تلاقيه، ده إيه اللي لقيته أساسا يعني. يبقى جنيه المعبد سعره عالي جدا. جنيه الجمل الواحد برضه سعره عالي جدا، أسعاره غالية جدا لأنه مش موجود ونادر. جنيه إدريس سعره عالي جدا برضه لأنه مش موجود ونادر.
جنيه السند موجود منه كتير، سعره مش غالي أوي. جنيه فاروق نادرا ما تلاقيه برضه، وسعره عالي. كده اتعرفنا على أسعار الجنيه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، واستنونا في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.